خطبني وقلت ليه انا كنبغي واحد اخر ما كنبغيكش. قال لي منك ما نخلاق وانت اللي غادي ناخذ بغيتي ولا كرهتي. انا بنت عاديه كبرت يتيمه الاب. حنا 5 ديال الخوت، خويا كبر مني وخواتاتي تا هما اللي كبر مني كلهم زوجات حيت انا الصغيره. نهار تزاديت انا مات بابا، ومن هذاك النهار وانا الوالده ديالي معيشاني العذاب. كتقول لي وجهك وجه النحس. نهار حملت بك وباك مرض وبقى مريض حتى ولدتك، ومنين تزاديتي هو مات. واحد النهار قالت لي كنت غادي نقتلك وانت مازال في كرشي نطيحك، ولكن للاسف بقيتي لاصقه فيا وعضه بيديك وبسنانك. اما عليا انا كون متي وتهنيت منك. خوتي كلهم كتبغيهم وكتموت عليهم، خصوصا داك خويا الكبير حيت هو الوحيد اللي وسط البنات. كنا ساكنين في العروبيه وساكنين حدانا عمامي وعماتي وكلهم عندهم البنات. ملي كيوصل شي عيد كلهم كيكسيوهم، الا انا كنبقى ندور في عينيا. كيبقى فيا الحال وكنبكي وكنقول شوفي تا انا كون كان عندي بابا كره ما يخلينيش نبقى عريانه، كره تا انا كاسيني ومكبر بيا وسط بنات عمامي. المهم فاش درت 16 عام كانت واحد اختي ساكنه في المدينه وبقات كتعمر لماما راسها باش حنا نتحولوا وحداها. واحد النهار جا خويا عند ماما وقال لها بنتك رجاو فيها الخطاب، واش توافقي؟ راه ولد الناس وراه ظريف وراه الله عمرها دار. لا لو كيمشي حتى لبرا اش بغيتي اكثر من هذا الشيء. طبيعه الحال ماما غادي تطمع، واصلا بلا طمع بلا والو هي باغا تصيفطني اليوم قبل غدا. منين جيت نشوف لقيتو صاحب خويا كان حاط عليا العين مني كانت عندي 16 عام حتى لدابا فاش ولات عندي 19 عاد باش زعما وتقدم ليا. انا منين سمعت هكا كرفطت قلت ليه ما باغاش نتزوج، حيت في ديك الفتره كنت دايره علاقه مع واحد الولد في التليفون. كنت كنبغيه وكيبغيني واخا عمرنا ما تشاوفنا. ماما فاش سمعت صاحب خويا اللي كاين في الغربه وعنده الفلوس ولات كتقول لي شوفي منو ما تخلاقي هذاك هو اللي غادي تديه. مشيت انا عاودت لذاك الدري اللي كنبغي كلشي ها ما كاين ها ما كاين ها ما كاين. قال لي شوفي انا باغيك وباغي نكمل معاك، رفضيه ولا قدرتي كاع فاش يجي عندكم قولي لي هاد الهضره في وجهه. راه الا سمعك كتبغيني ولا كتبغي واحده اخرى مستحيل يكمل معاك. ما كاينش شي راجل اللي كرامته تسمح ليه يدير بحال هكا. فعلا منين جابوا الخطوبه وجاو عندنا بقيت انا وياه كنهضروا وقلت لي شوفوا ولد الناس انا راه ما باغاكش وما كنبغيكش. من الاخر كنبغي واحد اخر وناوي انني نكمل معاه وهو كيبغيني. هو يقول لي والله لا داك شي واحد من غيري، غير حيدي هاد الفكره من راسك. انا 3 سنين وانا حاطه عليك العين وكنتسنى فيك غير امتى تكبري وتجي دابا تقولي كنبغي واحد اخر. وزيدون امك وخوك عطاوني الكلمه اللي عطا الله عطاه. قلت لي واش ما كتفهمش؟ وقلت لك ما كنبغيكش عباد الله. قال لي انت اللي غتكوني حلالي وانت اللي غتكوني مرتي، ديري هاد القضيه طانقه في ودنك. مني مشيت لعند الدري اللي كنبغي عاودت ليه شنو قال لي الحل الوحيد هو انك تهربي وتجي عندي. قلت لي لا ما نقدرش، انا واخا معوده لك ان ماما ما كتحملنيش وعندي مشاكل معاها ما نقدرش نحط ليهم راسهم في الغيس. قلت لهم هذا الشيء كامل علاش ما تجيش انت تخطبني ونسدوا هذا الباب وارتاحوا. اصلا ماما توافق عليك حيت هي باغا غير النهار اللي تفك مني. بقى كيدخل ويخرج عليا في الهضره وما عطانيش راس الخيط. بصراحه انا ما عرفتوش علاش ما بغاش يجي يخطبني. داز شهرين وعاد جا داك الولد يخطبني الخطبه الكبيره وقال لي راه غدا غنمشيو نديروا العقد. ماما كانت كدور الدور وتحلف عليا وقالت لي الا مشيتي